السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد تاني مع فاروق الجوهري. النهاردة كنت في الشركة فمعدي كده بالصدفة لقيت الكلبة سارة بتاعتنا في الشركة والدة. وكيف حبيت أكلمكم النهاردة عن ولادة الكلاب. أول حاجة، ولادة الكلاب بتكون بعد حمل حوالي 63 يوم، يعني شهرين وشوية. قبل الولادة بكام يوم الكلبة بتبدأ بطنها تكبر، وبتبقى هادية أو متوترة شوية، وممكن تبطل أكل وتدور على مكان دافي أو هادي. قبل الولادة جهز لها مكان كويس زي كرتونة أو صندوق واسع، عشان الصندوق الواسع ده بيوفر لها فرشة نظيفة، أو تحط لها فوط، والمكان يكون دافي ومفيهوش هوا ولا دوشة، وتحط لها أكل ومية قريب منها. لما الولادة تقرب الكلبة بتبدأ تلهث وتحفر في الفرش وتنزل إفرازات شفافة، ده كله طبيعي. وقت الولادة الجرو بيطلع جوه كيس، الأم غالبا بتفتح الكيس وتنظف الجرو بلسانها وتقطع الحبل السري لوحدها. لو لقيت الأم تعبانة أو مش قادرة، افتح الكيس بهدوء ونظف مناخير الجرو ونشفه بفوطة وحطه جنب أمه على طول. لو الولادة وقفت أكتر من ساعتين أو الكلبة بتصرخ جامد، لازم توديها لطبيب بيطري أو تجيب حد خبرة في الحالات دي. بعد الولادة على طول سيب الجراء يرضعوا أول لبن اسمه اللبق، وده مهم جدا لمناعتهم. بلاش تمسك الجرو كتير أول يوم. الأسبوع التاني الجراء لا بتشوف ولا بتسمع، أهم حاجة ليهم هو الدفى والرضاعة كل ساعتين تقريبا. والأم مش بترضع، لو الأم مش بترضع استخدم لبن مخصوص للجراء، مش لبن بقري. الأسبوع التاني الجراء تبدأ تتحرك أكتر، وتبدأ كمان تسمع، وتفضل لازقة في الأم برضو. العيون تبدأ تفتح والسمع يشتغل، وممكن تبدأ تقدم أكل مهروس مع اللبن. الأسبوع الرابع يبدأوا ياكلوا أكل طري، يلعبوا ويتحركوا، وتبتدي تعلمهم الحمام. أول تطعيم بيبقى بعد 6 أسابيع. ممنوع في الفترة دي الاستحمام أو الخروج برا البيت أو المكان اللي محطوط فيه الجراوي أو الاختلاط بكلاب تانية. لو الأم مش بتاكل، مش بترضع، أو سخنة أو أي حاجة من دي، بنلجأ للطبيب أو بنلجأ لحد خبرة نعرفه. بعد الأسبوع الرابع الجراوي بتبدأ تدخل مرحلة جديدة خالص، تلاقيهم بقوا نشيطين يعني، وبيجروا ويلعبوا ويبقوا فضولين جدا. الأكل من الأسبوع الرابع لحد السادس الاعتماد على اللبن بيقل شوية شوية، وتبدأ تقدم لهم أكل طري زي أكل الجراوي، مبلول بمياه دافية أو لبن مخصوص للجرو. الأكل يبقى 3 أو 4 مرات في اليوم. الرضاعة لسه بيرضعوا مع الأم برضو، بس مش زي الأول، وده طبيعي. الحمام في السن ده الجراوي تبدأ تعمل حمام لوحدها، مش محتاجة الأم تنظفهم زي الأول، وتقدر تبدأ تعودهم على مكان معين. اللعب والتعامل، اللعب مهم جدا في المرحلة دي علشان يتعلموا الحركة والتعامل، بس مش من غير شدة. ممكن تمسكهم شوية بسيطة علشان يتعودوا على البشر. الحرارة والنظافة، مش محتاجين دفى قوي زي الأول، بس برضو بلاش برد أو هوا. نظف المكان يوميا، ده مهم جدا. التطعيمات من سن 6 أسابيع يبدأوا أول تطعيم. قبل التطعيم ممنوع خروج برا البيت، وممنوع اختلاط بكلاب تانية. الفطام كامل بيكون من 6 ل8 أسابيع بالتدريج، مش مرة واحدة. بعد كده من الأسبوع السادس لحد 3 شهور. من الأسبوع السادس الجراوي تبقى فطمت تقريبا أو بتتفطم بالتدريج، يعني الأكل هو الأساس، والرضاعة من الأم تقل جدا أو تقف. الأكل تديهم أكل جراوي مخصوص 3 مرات في اليوم، ممكن يبقى ناشف بس صغير، أو مبلول، أو سنانهم لسه، عشان سنانهم لسه صغيرة. المية لازم يبقى قدامهم مية نظيفة على طول. التطعيمات بقى، أول تطعيم عند 6 أسابيع، تاني تطعيم من 8 ل9 أسابيع، تالت تطعيم عند 12 أسبوع، حسب رأي الخبراء في الكلام ده. بعد أول تطعيمين ممكن يطلعوا شوية بسيطة، بس بحذر، يطلعوا برا البيت يعني، ومن غير احتكاك بكلاب الشارع. التعامل والتربية في السن ده، الكلب بيتعلم بسرعة جدا، تبدأ تناديه على اسمه، تعوده على الحمام، تعوده على الناس. اللعب مهم بس من غير عنف، والعض الخفيف يتمنع من بدري. النظافة ممكن تحممهم حمام خفيف بعد التطعيم، وبمية دافية وشامبو للكلاب. من 3 ل6 شهور
الكلب يكبر بسرعة وأسنانه اللبنية تقع وتطلع السنان الدايمة. الأكل 3 مرات في اليوم، وبعد 5 ل6 شهور تبقى مرتين. التدريب تبدأ تدرب بسيط، اقعد تعالى ولأ والحاجات اللي زي دي تدريب عليها كويس. الخروج يبقى أسهل، بس دايما في سلسلة تبتدي تربطه بسلسلة. نصايح مهمة جدا: بلاش ضرب، بلاش تجويع، بلاش ربط على طول. الكشف مهم جدا على الكلاب. شكرا، اتمنى الفيديو يكون فاتكم وعجبكم. اعمل لايك وشير وسبسكرايب، والسلام.